هل يفعلها النادي الذي الصفاقسي ويغير ترتيب البطولة ويغير الفرق المشاركة في المسابقات الإفريقية؟ هذا السؤال يطرح برشا، خاصة جمهور النادي الإفريقي وجمهور الترجي بعد الدربي السلبي 0-0. درب ما فيهوش برشا كورة، ما فيهوش برشا لعب، ما فيهوش حتى مستفيد فيه. كان تصريحات وتبريرات وكل واحد يحب يقول لك أني عملت وجريت وكذا، أني ما خسرتش، أما أني ما ربحتش، ما يصيرش، أني جبت نقطة. لكن الترتيب النهائي مهم جدا. عرفنا البطل اللي هو نجم النادي الساحلي وتوج باش يلعب مباراة شكلية مع الصاحب، شوف الصدفة، مع المتوج بكأس تونس الأولمبي البيجي، واللي هو بدوره ضمن المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية. وغدوة نعرفوا شكون باش يشارك في دوري الأبطال إفريقيا وشكون الثاني باش يشارك في كأس الكونفدرالية، من سيكون. بالنسبة للإفريقي والترجي خيار انتصار ثم انتظار هدية من نادي الصفاقسي اللي ما يلعبش، يعني حتى الانتصار مش باش يغير له تقريبا الترتيب متاعه ضامن المكان متاعه، الا يعني حتى الاولمبي البيجي صعيب كان باش يربح مع نجم الساحل. النادي الصفاقسي باش يلعب كرة للكرة، مباراة للأجل كما نقولوا احنا الميثاق الرياضي. لكن هل كرويا النادي الصفاقسي يعني قادر وهو مش يحب كان ما انتصرش؟ منطقيا وكرويا الاتحاد المونستيري عنده الأفضلية، وحتى نتائج المباراة الأخيرة الاتحاد المونستيري أفضل من النادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي تعرفوا خسر مع باجة في رادس وخسر مع الترجي، انتصار مع اتحاد تطاوين هذاك ما نحكيوش عليه، يعني يعدي في موسم سيء. عمناه صحيح النادي الصفاقسي في المباراة الأخيرة كان خاطر في الطيب المهيري وكانت 2 بلاش ثم 2-2 عطل الاتحاد المونستيري اللي كان وقتها في الجولة الأخيرة مصيره كي نجم يهز البطولة. شوفوا الاتحاد والتطور والناس اللي خدمت والناس اللي عملت فريق، عملوا آخر جولة يلعب على البطولة، سنة آخر جولة مسيرش قعد في نفسه يلعب على دوري الأبطال، هز كأس تونس، ديما عنده لاعبين يتسوقوا، الناس تحب تشري من عنده، ديما عنده فريق حاضر، فريق اللي يعني عرفت نزل للرابطة المحترفة الثاني ما عندوش برشا يعني 2015 2016، لكن ورجع بوجه مغاير، ورجع الاتحاد المونستيري عنده كلمته وعنده مكانه في الرابطة المحترفة الأولى. ذيك خدمة وناس تعرف يعني تشري الجوارات تسوقها. يعني قبل في الكأس كنا نحكيه وقتها في الجيل وقت اللي هزوا الكأس مع لسعد جردة، نحكيه على أكبوتو، على أكبادو، على موزيس أورجوما، وديجا صرح وقت حكيوا معاه قالوا الافريقيا تنجم انت تتج السوق الافريقيه ويخرجوا هذوما كيفاش وقتها باش تعوضهم، نجم تجيب اخرين وتنجم تجيب جوارات اخرين. فالوقت هذاك كانت الناس تحس صعيب انهم يجيو، خرجوا ناس جوارات هذوكم ومن بعد جاوا اخرين ملوا مشيتش الامور برشا، لكن من بعد امروا اصبحوا النجم الجديد او لو مشى للرجاء. حتى عثمان تراوري يلعب في الدفاع، يعني يعدي في مباراه، عثمان واتارا يعدي في مباراه، يعني انتدابات امريكلا. وكمل انت دب اليوم ببكار صار ناس قاعدة تختم في الجهات الاخرى، ناس قاعدة رايخ في النادي الافريقي غدوة الانتصار والانتظار. الانتظار يجي هدية باهي، هل شنو باش تعمل انت؟ باش تشارك في هل رفع النادي الافريقي المنع؟ هل باش يرفع؟ هل الديون جاوا خرجوا قبل بجمعة وبجمعتين وبروا يا ناس وجمعيتكم ومطالبين ويلزم الفلوس وعنا كذا ناس متنحات ملي عندها ظروف والبلاد وعيد وصل الجمهور 1,500,000,000 والهيئة وين يحضروا ديما في التصريحات اللي باش يقولوها، الحوارات اللي باش يحكيوها، الكاساتات غدوة حاضرة، الكاسات بتاع المرتبة الرابعة موجودة نعرفوا باش يقولوا، الكاسات بتاع الثالثة ذيك فيها برشا جو موجودة مشاركة وكاف وصعوبة ديما متبنين لغة كيما كان يتم. فما بيت تحكي ما ديما يحكي لك وين ورغم اللي تعب وما عنديش وماك تعرف وكذا ومشاكل هما كيك وعديوا حتى الجوار تسألهم واحد كل جوار يسأل يعود لك الغنية، ورغم الصعوبات ورغم الغيابات ورغم المشاكل ورغم يزي بلا هم راك تلعب في رابطة المحترفة الأولى، رابطة الهم، ما تلعب على حد شيء، لا عندك مسابقة إفريقية، لا تلعب في البطولة العربية، ما تلعب كافي بطولة تونس، حتى الكوب جاتك مساكن ومهدية ومنزل بورقيبة الكلك في رادس روحت برا. ويني هالسوق غياب عنا احنا جوارات كبار باش نحكيوا على غيابات، عجزت باش تربح ماتش، عجزت تقول ماتش المون نربحوا جاتني فرص ما ربحتوش في الامان وبسلامه، خمم في الماتش الجاي. لغه الهم اللي تزرعت تزرع بطبيعه الحال اذا كان يكون عندك هيئه فاشله وهيئه ما عند مفلسه والافكار ما فماش والفلوس خاصه ما فماش والموارد ما فماش، باش تخرج اللغه هذيك نتاع يتم وصبر وبرا وديما كيكه وديما يمشي وديما برا
برا ونستناو مباراة غدوة ونشوفوا هل باش تجي وهل الساعة باش يجي الانتصار في مع الاتحاد البنغاردين. لازم يجي الانتصار ونحن نحكيو كأنه 100%. وقت الاتحاد البنغاردين خسرنا معاه في رادس مع السي المدرب قالك العبقري قالك معجزة. صار انت نادي الافريقي بالمرتبة الرابعة والناس تحكي على معجزة الافريقي هيك شي تحبها مالا. معجزة في اضعف بطولة في تاريخ تونس انها قاعدين نحن نجتوا في المرتبة الرابعة. ولا اعجاز الاعجاز عندهم حاجات اكثر من السهلة باش تفهم مستوى الناس مش تحت الصفر تحت الصفر من اللوتة. فما حتى اعجاز فما فرص انك كنت تلعب تتوج لكن انت رفضت قعدت في جلباب الهم والميزيريا وغيرك خدم وسعى ومشي وجاب فوزي البنزرتي وحاول باللي هو وعمل فريق وامنه وحكاوا لغة احنا باش نهزوا البطولة اللي هو النجم الرياضي الساهلي وهزوا البطولة ونجحوا باش يهزوا البطولة. واحنا قعدنا نحكيو كان الله غالب غدوة زاد النادي الافريقي ودع اللاعب صابر خليفة لاعب يعني اعطاه برشا النادي الافريقي ما نجمو كان نشكروه. لكن صابر خليفة الحقيقي واللي ودعناه مع توديعة النادي الافريقي هو ودع النادي الافريقي ودع نفسه ودع صابر خليفة. بعد مباراة الكأس ربحنا فيها 4-1 نجم الساحلي وتوجنا بالكأس. مشي صابر خليفة للكويت ومشي النادي الافريقي في ايادي وتبدت التشكيله. ومن وقتها واحنا في المعاناه. كان صابر خليفه الهداف اللي يجري نغنيه ولد خليفه وكذا اهداف ما ننساوهمش واللاعب المفتاح واللاعب اللي تستنى منه في كل مباراه تمشي باش تتفرج ولا تبدا الربح ما يجيبه. كان صابر خليفه مواسم ممتازه من موسم البطوله للموسم الثاني اللي بعد هز الكوب الاول والكوب الثاني. لكن العوده لم تكن في مستوى صابر خليفه. على كل حال برافو وان شاء الله ربي معاه. وصابر خليفة يوقع صابر خليفة ساعات كما عودة متاع لاعب ما تكونش في الظروف والفريق وكذا تنقص شوية من مسيرة لاعب ومن اللي يعطاه اللاعب. هذاك علاش يلزم ديما التذكير بصابر خليفة ما قبل 2018 باش يكون هو علاش هو النادي الافريقي. يقول لك ثم واحد من الناس متابعش الافريقي علاش وصابر خليفة اش قاعد يعمل وش قاعد وش عمل في المواسم هذه. صابر خليفة الناس تحبه على المواسم الأولى. دونك برافو في الأمان صابر خليفة. نختموا ونكملوا بالفريق الآخر اللي ينتظر اللي هو الترجي. انتصار كيف مع اتحاد تطاوين. اتحاد تطاوين اللي الناس كلها ربحته ما عدا النادي الافريقي عملنا معه تعادل. اتحاد بنغاردين عمل معه تعادل واحد تعادل يعني باتحاد بنغاردين ماركي 5 بونت ومنهم 3 أهداف للنادي الافريقي. زوز في تطاوين وبونتو مع في رادس. غدوة باش يعاود يلعب مع الترجي مع صفاقس كلا 4 مع بيجا 3 يعني عامل سوم الناس كلها تربح فيه. مع ذاك يقول لك والله يكبشوا فينا ويلعب لك بحمر يلزمك انت تربح ويكبش يموت مش باش يولي يلعب. غدوة نصور الترجي يمكن يعملوا زي حاجة حتى طويل ما نجموش يعملوا. الترجي باش ينتصر وكيف باش يرجع نفس الكلام يستنى النتيجة اللي كنا نحكيو عليها تاع ماتش السياسيس. لكن علاش الترجي يستنى؟ على خاطر كيما حكينا في طوال الموسم يعني من اللي بداو الفريق اللي قاعد مش يقنع الانتدابات اللي ماهوش في بلايصهم المدرب اللي وقتها من الاول يحكي على فريق وهدفنا رابطة الابطال وهدفي كذا وبيع الوهم. راهو بيع الوهم في الاخر يعطيك الازمه ورانا نلعبوا كان كذا ورا شباب القبائل قويه قعد نفس السيناريو. ذكر معناه تاع الافريقيا عملناه الخروج من بعد الخروج وتجيب مدرب في اخر الموسم ما يكونش المدرب بالشخصيه القويه يعني معين الشعباني وقت اللي جاء للترجي مره اخرى بناحيه نبيل معلول جبت معين التقميره ينجم يعطي حاجات نجم لا تنجم يقول لك استني العام الجاي. ماهوش المدرب اللي قادر في مهما كانت الظروف باش يفرض روحه حتى كي ما فماش اداء وما فماش لاعب يجيب النتائج. يعني نوعيه فوزي البنزرتي هنا الفرق انك تجيب فوزي البنزرتي تلقى فريق ما ينجمش يلعب بكوره ما ينجم كذا جاب النتائج. جناعين الشعبي يلقى فريق منهك انتدابات مش هما كما قلنا مع اصابات غيلان الشعلاني والمعز بن شريفيه. الجارديان قاعد تخبط من خلال الجارديان هذاك وبعد رجع على الجارديان الاخر. جوارات باش ترجع تلعب في الوسط الميدان. جوار كي بن رمضان اللي يخمم في الخروج وخرج مستوى نتاعو تراجع ما نجمش يفرض شخصيه انه يجيب انتصار نتاعو وكهو في الامان. يعني ماتش الكوب اللي به الفايده وذاك الرجل نفسيه اللي خلاها يلا مرتاح ضاع بالنسبة لهم هما. صارت اللقب هذيك الضربة الأولى بالنسبة للترجي بعد ماتشات عادية يعني ما تنجمش تحكم عليهم الأولمبي البيجي ويعني والماتش السياسي ما هيش
في افضل احواله، وحتى الانتصار جاء واحد بليش غلطه من دحمان. ثم جاء الدربي اللي هو اختبار الثاني كيما الكوب، ولقى الترجي نفس الصعوبه، يخمم انه يصنع اللعب ويحتفظ بالكوره ويمشي من الاطراف ويلعب بشويه بشويه مع الطريقه ذيك، مع فريق ما عندوش ثقه في روحه، يمشي الوقت وما يجيش البونتو وتخسر النقاط. وذاك علاش ترجي يخسر النقاط ويخسر المرتبه الثانيه، ويقعد مصيره ما هوش بين يديه بين يدين النادي الرياضي صفاقسي. يخسر حتى الاول تخلي الناس كلها قدوه الافريقي والترجي باش تبناو النادي الصفاقسي من اجل الفرق نتاعنا في اطار الكره، واللي باش يجي المهم ينتهي الموسم هذايا. البطوله كانت انتهت من غير برشا مشاكل، تو دخلنا في النهايه ولات حكايات، او بالكش الجوارات هذوكم اللي مشاو وسايبوا الماتش وما يحبوا يلعبوا في الترجي، ومن جهه اخرى بالكش السياسه ما تحبش الترجي وما يهمهاش، ما تحبش تو تسيب المباراه. هذه خلينا نلعبوا ماتش كوره، تو الاحكام المسابقه ما تجي بعد الماتش نحكيو وخليو العام هو انتهى رايد، نمنعوا منه رايد ونستنيو موسم جديد. واللي هذيك هي كرة الختم، وفي الامان مع السوبر بيبو.